حاج هارون طول السنة يروق، واحنا نيجي نروق وقول ده هنعلق ومش هنعلق، وانا مش هنروق ارض السنة السوداء دي. انت بتعمل ايه يا فزاع؟ ده اللي انت بتعمله كل شويه. لا يا اخي. والله. ازاي يعني؟ زي الناس. المكنه ديت مش هتدخل على ارضي. ليه؟ واحنا مش شركاء فيها يا حاج هارون. وايه يعني شركاء؟ انا جاي لك انا رايح مدور، تيجي جاري من حجيك وتلحقها قبلي. اوعى كده يا حاج. بالليل حاجات مش بالليل، احنا ما بنزقش يا حماش. مش بالليل حاجة حاج هارون. امال ايه؟ انت كل دقيقة مروي، انا حيالله كل شهر بنروي ري. ونعمل لك انت راجل مايل وبتزرع زراعات مش محتاجة ري. نعمل لك ايه عشان كسولة. طب انما انا قايل قدامك اول امبارح ان انا بعد بكره هنروح ندور المكنة، تيجي ليه تدور قبلي. طب انا اقول ده يدور العصر يا حاج هارون. لا وانت ايه عرفك؟ ما يمكن انا هندور دلوقتي. يا حاج هارون عيب كده. يا حاج هارون احنا جيران وشركاء في المكنه، خلي كل واحد ياخد حقه. هو انت يعني يا اخويا عشان عارفني ما معيش فلوس ندفع لك دلوقتي هتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ انا ما جبتلكش سيره الفلوس اول حاجه. تاني حاجه اقسم بالله يا حاج هارون الموضوع ده ما هيعدي بالطريقه اللي انت بتعملها دي. بنقول لك ايه عشان نبقى خلت مسؤوليتك وقدام ربنا يبقى ضميري مرتاح. نص ساعه نص ساعه ما تقعدش تملالي في الارض ميه، وهنجيلك حتى لو لقيتها دايره على ارضك هنحولها على ارضك. يعني انت عايز فدان يروى في نص ساعة؟ ماليش دعوة يا حاج هارون. شكشاقوا بالمية أي حاجة يا حبيبي. اللي شكشاقوا ده أنا ليا نص المكنة. لو ما روتش في نص ساعة هنبطل المكنة وننقلها عليك. هي عب يعني؟ عرفت. تروى في نص ساعة. يلا أنا. طب أنت خدت الفنة سيبني وحدي. رئيس خد القديمة ريت مش بحال. يلا. ما تبصليش كده. نص ساعة؟ ليه يعني؟ نص ساعة ما عملش حاجة. دلال والمكنة شغالين في الأرض. والله ما عاملة حاجة. ده أنا هنبوظ ميتين أمها وتبقى الناس تخلصنا من بعضين. خلي الحاج هارون يعرف فزاع ده ايه نظام. ده انا هنخرب اللي جاب امي. ده السنه سادة على الحاج هارون السنه. ده انا السنه هنخلي اللي ما يشتري يتفرج. ده انا هنطلع نطرطر في التانك. ده هنطرطر نملاله ميتين ام التانك دول، خليه ينفجر في وشه. يلا بقى خليها تخرب. خلي اللي ما يشتري يتفرج. ده هيتفرج ويتفرج كمان. يابا هي الفصولة بتاعتها مش ليه كده؟ يا ابني المكنة بايظة ولا عادني عارف نصلحها ولا عادني عارف نجيب لها عمرة وما معيش فلوس. أنا ما عادش عارف هنعمل إيه بدين أم الفاصوليا دي. ما معكش فلوس إزاي يعني؟ كمان هنعمل إيه؟ بختي يا ابني. يعني كده لو بعت للفاصوليا ديت الفاصوليا دي هتدور مش نافعة. تعالى بينا نروح لعمك فزاع نشحته المكنة. مع انه شركاء اهو والحاج هارون بس ربي يرضى يديها لنا. يلا تعال. كمان روى يا اخويا وخلص. وكان يقول لك قال نص ساعة مش هيكفي. ده روى وارتاح وقعد وراجع. انت يا ابني انت تصدق بالله. هو في واحد بنادي انت عيل واحد بالطريقه دي. ده انت اللي راجل ما انتش فاهم. انت عيل ما عندك واجب ولا عرس. انا اديتك نص ساعه عشان تروح فيه. لقيت نفسك يا اخويا خلصت قبله وكنت رن عليا ولا حاجه. يا حاج هارون بنقول لك فدان والارض شراج هيروى في نص ساعه. طب ما انت راجل اهو مبطل المكن. انا لقيت نفسي مش هنلحق نخلصه وقلت لا نفضل مستني مع الحي لحد ما الحاج هارون يجي ندور على ارضه وبعد كده نبقى نروي يعني انت سايبني من ساعتها ولسه دلوقتي تقول لي ندور على ارضه. والله يخرب بيت امك. يا حاج دور يابا فكنا منه. انا قلت خليه يروي الاول. خليه ماحي روح يا رجاله عمالين يزعقوا كده ليه؟ عزيتك كمان. والله اذا نشحت المكنه من حاج فزاع روي الفاصوليا. ايه ده الحاج فزاع مش فزاع عليه. ليه هي ملك الحاج فزاع لوحده ولا ايه؟ ملكك لوحدك. معلش لا على ايه الطرف اللي نشحتها له ولا نشحتها له؟
على اليمين ما مشحتها له وان ما سكت حتى انت ما انت مدور العرن الجاري عجروه. بقول لك ايه عوضيه هي دي مش قصتنا اولا، ده احنا بنتعاركوا على مين اللي يدور الاول. ده عامل زعاق ليه صحيح يا عم الحاج هارون، مفكر نفسه ملك الدنيا بحاله. ده كان الشركه طينه يا راجل. هي حق يا رجاله بالراحه، اصل العمليه مش مستاهله يعني. عرفت؟ ايه يا حاج هارون؟ المكنه دي ده كنت بتنفخ من لفه واحده. بلاش تلفين ميه او بالعذره يا هارون. ايه نهار اسود، ده باين يومها اسود. المكنه بتشخلل من جوا يابا. فجاز كده يا حاج هارون، كنا فجاز شم في كده فيه. انا ايه جاز زي ريحته غريبه. قال شم انت تاكد. ايه جاز زي ريحته غريبه خالص. طب تجيب الجاز دي منين يا حاج هارون؟ لا المكنه دي مش مريحاني، المكنه كانت ناعمه وحلوه. ما جربتش فيها حاجه ولا جت يمها يا حاج هارون. بالراحه يا حاج هارون، بالراحه يا حاج هارون. اقفل المكنه، اقفل المكنه. الموضوع ده كبير، انت خبرت المكنه يا حاج هارون. انا ما خبرت المكنه، انت اللي مروق جنب المكنه وانت اللي باص المكنه على وش يا رجاله. عمرك يا انت خلاص عرفت المكنه يا رجاله بالراحه. اوعى كده حشفه ساعه. انا لا لو طلع انت اللي مبوظها والله يا حاج هارون، والله ما انا معدي لك والله. خلاص يا جماعه. عايش بالباب ما كنت انا عايش. يا راجل بالراحه يا راجل، يا راجل بالراحه. ايه سيبني يا حاج هارون. قاعد اضربنا بعض والدوازه كده. مين اللي كان جنبيها يا اخويا؟ بقول لك ايه، مين اللي كان جنبيها؟ خد نصيبك فوق واتكل على الله. لا يا بابا انت بتشتغلني يا رجاله بالراحه. ماشي يا عم، يا تجيب لي ما تجيب لي. انا هحكي مش المكنه بايظه عايزين. لا طلق من حالي. لا انا نعرف فزع عشان انت باغي عاقتها عافيك. انا نعرف مين اللي مبوظها الاول. انا اعرف لك مين اللي مبوظها. الحاج ابو فياض له خبره في المكن وخبره كبيره. ده واخد سنتين ماجستير يا رجاله. عليك يا عم. ده ما حدش في حياتي يا عم. تعال ده وعانا تصلب ابو فياض. درب ابوي. هات على ما نضربه. هات على ما نضربه. هات الفاضي. نعم انا شفت المكنه دي. اربع سنين كليه وسنتين ماجستير. حضر وقف يا عم الحاج، وقف يا عم الحاج اهو. بس عليا الراجل يفتح حالك وما لفاش خلاص اتنين. اجل المعركه. مالك يا ماما ايه بالذات؟ تعال خش شوف لي المكنه دي فيها ايه. هات يا افتحها 19 يالا. اجل المعركه 3 دقايق. اركن على جنب. اركن بقى ابوك كان هيضربك. انا اللي محوش. اوعى كده، اوعى وقف على جنب كده يا حاج فزاع بعد اذنك. ماشي وقف على جنب. وقف ما استنى شوف المكنه دي بايظه من انت الله. ولا يبقى بنتك سودا انت كمان. الله ينصر دينا، الله ينصر دينا. هو الطرد ماله ومال الدواره ما يضرش. انت هتتكلم معاه هيسيبها ويمشي ومالناش دعوه. سنتين ماجستير وسنه من الكليه. انا فاهم 4 سنين يحلوه يا حاج هارون. انا مش عاوز حد يتكلم خالص عشان ما يبقاش يوم اسود. ما يا جماعه هات يا زوجلي. هات جلاس البيره اللي معاك دي كده. بيري ارفع. هتنكب يا ابني. هي المكنه عايزه تنسى ذكرياتها المهمه. يابا الحق، عايز المكنه بيري.
بتخليه ان شاء الله يحط لها خميره انت سيبها معاك. يا حاج فزاع. كمان. المكنه دي هتسقط. المكنه دي فياض ما انا هي عايزك تظبط المكنه، ولو طلعت انا اللي مبوظها قول. انا عايزك تقول يا ابو فياض ان المكنه دي بايظه من اسبوع اللي عدى. مبوظها هو اللي مبوظها. ايوه هو اللي مبوظها. برضه المفروض يعني تشيلوا بعض فيه. ادينا مستني ما نشوف الميكانيك هيقول ايه. صلي على النبي يا حاج هارون. المهم المكنه لو جت ازاي حط لي ايدك هنا كده. اهو فتحتني يا حط ايدك هنا كده. هو انت هتجري. شيل ايدك شيل ايدك. حط ايدك تاني. نحط تاني. حط ايدك كده يا فزاع. شيل ايدك. الحوت ده شغل هو فاهمه، انت عايز تقول لي انت اللي هو انت جايب ميكانيك ولا جايب معالج عليا رهان؟ الطلاق انت اللي مبوظ المكنه دي. ايه؟ الحمد لله. ايدك هنا وبال الفيران اللي انت حاطه في التانك هو اللي باظ المكنه. ما حطيتش حاجه. انا زي هو بقول لك كده. ده والله ما عمل لها تحليل. ده عمل لها تحليل. انا راجل جاي نحل مشكله. هو انا مش سايب المكنه معاك انت، ازاي انا اللي بوظتها؟ انا اللي تنضرب ما تبصش. حاج عوضيه يعني معاك واللي انت عايزه. الراجل ده هو ضوالي ده هو اللي مبوظ المكنه. يا عم خلص السلام. ما فيش فهم ولا فيه طيب. وانا زوجي فيه وانا اللي مبوظ. يعني المكنه انا مالي التانك وقف معايا. لما العده بعد اذنك يا حاج. انا في بعض بعد اذنك يا حاج فزاع. يا حاج هارون مين اللي مبوظ؟ الحاج هارون اللي مبوظها. انا التلفزيون اللي حاجه صح. يا ابني. طب خلص وانا مستنيك هنا. خلص وانا مستنيك. معلوم والعشا عندي 4 سنين كليه وسنتين مش يلا يا زوجلي. الميكانيكي دي ظابط حالي. خد يا حاج هارون بس هو احنا جبنا الصنايعيه برضه وانت عمال تقاوي. يا حاج فزع استنى انا فهمتك. حاجك تتكلم. حاجك انا تتكلم. فهمت. بقول لك بقى البصمات ما بتطبقش الا في حاله نادره خالص، اذا كان مع الابن وابوه. انت هذا اكيد كنت بتلعب انت والعيال جنب المكنه. يمكن انت اللي مبوظها يا ابن الكلب. توقعني مع الناس. انت هتعرف احلى من الميكانيكي. انا عارف. ما صلح انت على حسابك. انا مش قاعد هنا لله والوطن. طرق ما انا مغير لها يا مصنع. عم خلاص احنا محقوقين لك. انا ابو فياض راجل وانت ظبط حالك. هو يجي يصلحها بقى واعمل احلى شغل يا ابو فياض. صلحها بقى بفاض على حسابي انا امر لله. ما انا عندي عيل قليل الربايه. صح يا فياض. فياض فياض ايه يا ابو فياض مش كده. المكنه واخده هوا. المكنه ولا انت اللي واخد هوا؟ المكنه واخده الكربراتور واخد هوا من تحت. بس عليا المكنة النعمه مش حاج هارون ماشي. انا هنشوف المشوار دي. انا ماشي. السلام عليكم. الفلوس فين يا اخوي؟ هنجيب لك الفلوس يا عم ونجيب لك بقى على بيتك. قسم بقى يا طب بينا على النبي. عليك الصراحه فزع انت اللي غلطان. انت اللي غلطان يا عم. ما انتوا ما تعرفوش حاجه يا رجال. انت ما تردش عليا وانا بتكلم. انت ما تردش عليا. انت متصير في التانك دي هنفض فيه بالفعل. لا ده بقول انا من والله. ايدك على التانك معلم. الريحه شايفه. انت فاكرني اني واخد الميكانيكا دي من فراغ؟ ده انا جايبها من تصليح القطوره وانا جاي. صدق بالله يا ابو فياض انت فعلا صنيع محترف. لا عتري. انا الواد دي قافلني. ده احنا شركاء في المكنه وعمال يا اخويا يعنقر عليا واخدها بلطاجي. قمت راح مصير له في التانك وماليه له وجالك قلب يا اخوي. قلبك يا ابو فياض. يا ابو فياض حرام عليك يا ابو فياض. كربراتور بايظ في المكنه. بس اعمل حسابك من هنا ورايا. كل ما رن عليك كده تصلح تقول ان الحاج هارون اللي مخبرها. الله يخرب بيت امك يا عماش. استنى يابا. عيل جيف زيهم. استنى يابا. ايه يالا لحقتهم لقيتهم به. هما مين؟ دفع فلوس الحاج فزاع طالع من السير في المكني وبيدفع له فلوس وبقول له الحاج هارون مغفل ما بيفهمش حاجه. ده انا هنوريه من هنا رايح. مين اللي مغفل؟ ده بقول له تربش. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه ولا لسه بتقول سامعهم اللي انت لسه خدته؟ سامعهم. يعني فزاع والميكانيكي بيستغفلوني ومتفقين على وقال خسروا اللي وراه واللي قدامه. خسروا اللي وراه واللي قدامه. على اليمين لك خسروا صحته وحياته هي والميكانيك النصاب ومعاهم عوضات. طب خلص قبل ما يمشوا. صح يا رجاله والله انتم انت غلطان. الحاج هارون جاي اسكت. الحاج هارون جاي داير عليها الطريق جاي حاسبه.
يا حاج هارون مستعجل بالفلوس ليه كده؟ مستعجل ده انا مستعجل بجد ارواحكم. محدش غريب يا اضرب يا وتقول لي المكنه ممكن بوقتها. انا ده يا رجال لسه ده اجري خلاص يا حاج هارون اجري خد امسك اضرب بضربك يابا بضربك يابا انا فين ده؟ هات المناخير ده هات المناخير ده هات المناخير ده. مسنونة شو برنامج كوميدي جاي هايح في الموسم، ضحكنا الشعب كله في كلمة واستنونا بالجيل. بسوني همام زولة وفزاع احنا اساس الابداع، ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضحك.